السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة السبت يوم 2 شهر 8. الكلام ده خطير جدا. انا داير يا جماعة الناس تعمل شير. والله الليلة الكلام ده اجباري انك تشيل الفيديو ده تشيره. كم داير ولا ما داير؟ لو بقيت جيش ولا بقيت دعم سري ولا بقيت اي حاجة. اول حاجة تحية لكم. انا طبعا في صفحتي يا جماعة المتابعين بتاعي دول متعودين انه انا اجيب لكم البشريات ومتعودين انه اجي اديكم الزيت والحاصل. لكن الليلة شوية كده انا اديكم البشريات وهديكم الخطر الحاج جاي للدولة دي عشان نكون احنا واضحين ونكون بريئين من الشيء ده. لانه احنا واحد اتبنى صفحه تطلع لاخوانه الموجودين 50,000 متابع ولا كم ديل، بيجي بيديهم المعلومات وبيجي بيديهم حاجه. يعني دي خلاص ذمه بقت عندنا كشعب السوداني، كواحد ممثل الشعب السوداني او واحد كمن ابناء الشعب السوداني. تمام؟ في صفحتي دي انا كلامي الناس المتابعين. يعني اول حاجه شوفوا، انا ابشركم الان الفاشر تنتصر، الفاشر الان تنتصر وغدت على مرتزقه كولومبيين الان داخل الفاشر. انا بتكلم معكم ده الان وارواحهم سقطت داخل الفاشر، وربنا ينصر اهلنا في الفاشر. لكن الخطر اللي انتم ما عارفينه، انا كلام جاي اقول، انا جاي اتكلم في انتصار فاشل. اصلا فاشل هتنتصر باذن الله تعالى دائما. لكن الخطر انا يوم مثلا يا جماعه قلت لكم في ناس في الدوله دي، في ناس في الجيش ما دارين الجيش ده ينتصر وما دارين الجيش ده يمشي كردفان ودارفور. انا قلت الكلام ده يوم في فيديو. تمام؟ ومناوي ده زول صادق، بيجي بيدينا دائما بيدينا الحصل. مناوي امبارح كلامه قالوا ده كلام خطير جدا يا جماعه، وده كلام نهايتنا نحن كشعب السوداني. مناوي امبارح قال في زول كبير في الدوله دي قال ما دار الجيش ده يمشي دارفور وكردفان. وقال في سفير بتاع دولة عظمى اتصل له وقال له يا اخي البلد خليها تقسمها لثلاث حكومات. ده مناوي زول حاكم اقليم دارفور، وزول عنده قوة تقاتل، وزول من جزء من الدولة دي ومن ناس القرار فوق. يجي يقول لك الكلام ده، انت كشعب سوداني داير تفهم شنو؟ ويوم الانصراف قال لكم في جزء من الجيش ما داير الجيش ده يمشي دارفور وكردفان، وفي جزء دائما الانفصال. تعرفوا الكلام ده شغل اماسير ده. تمام؟ الان يا جماعه هوي الواضح ما فاضي، انا بتكلم معكم الواضح ما فاضي. ما تقتلوا اولاد الناس ساكت. ما ده الأول بقول الشعب السوداني والناس الموجودين في الجيش الآن القاعدين ما دارين الجيش ينتصر وما دارين الجيش يمشي دارفور وكردفان دي، أولادهم كلهم موجودين برا السودان بيقروا برا السودان. لو كنت أولادكم محاصرين زي حصار أهلنا في الفاشر وفي بابانوس وفي الدلنج وفي كادوغلي ده، والله ما كان عملتوا كلامكم ده. معقول الزول في الجيش يا جماعة الزول ده ما تصفوا طلعوا ميتينه؟ الزول ده ما تصفوا؟ الزول ده تصفوا طلعوا ميتينه بس؟ ولا أدي توري الناس أدي يا جماعة هواي قال أدي شغل دارين تفصلوا البلد دي، دارين تشتتوا البلد دي. أدي وري الشعب السوداني ما تقتلوا أولاد الناس ساكت. لا يمكن ان يموت اولاد الناس ساكت. انا يا جماعه والله ما قادر اتكلم، لكن هاجي اطلع في لايف اقول الكلام ده في لايف ذاته. الموضوع ده خطير جدا يا جماعه، والموضوع ده اتكشف اديل واضح. اتكشف في ناس اديل في الجيش ما داري الجيش ده يمشي كردفان ودارفور. اقسم بالله قال لك الجيش ده لو داري يحرر دارفور وكردفان دي قال لك ما تاخذ معه 6 يوم. 6 يوم كردفان دي ما تاخذ معه. لكن في ناس مدقرين الشغل ده قاعدين فوق في الدوله الاميره موجودين ودارين الانفصال وبطبقوا اجنده بتاع الدول عشان يقتلوا اولادنا ويقتلوا اهلنا. الواضح ما فاضي. هو الناس تقري الموضوع واضح اديل تقريه، وانا بجيكم في لايف اديل، بس اصبروا لي انا بجيكم في لايف. تحياتي.